لقد قالوا عن الأثري قولا وأكثر في المقال القائلين، وعادوا نهجهم ظلما وعابوا طريقتهم وقالوا مفسدين، وقالوا دينهم دين جديد فلم نسمع به في السالفين، ولم نعهد من الشرع كلاما وأفعالا أتت منهم ودينا، وقالوا إن دين الله يسر وهم في دينه متشددين، وقالوا أبغضوا الأحزاب ظلما وهم إخواننا عونا ودينا، وقالوا لا تصوموا يوم عيد وفي عرفات كونوا فاطرين، وقالوا في الصيام لكم دليل كلوا حتى يعم النور فينا، ووقت الفطر تعجيل غريب فلم يرعوا أذان المسلمين، وقالوا فيهم قولا عظيما وما عدلوا وكانوا منصفين، فقالوا ثم قالوا ثم قالوا وأكثر في المقال القائلين، وإني قد أتيت لكم بنظمي وأشهد فيه رب العالمين، وأبرأ فيه من قول تعدى وعادى قول خير المرسلين، وأطلب عون ربي وحماه فنعم الناصر المعطي المعين، أنا الأثري يا من قد بغيتم وما كنتم لنا بالمنصفين، لقد سرنا على نهج قويم كتاب الله رب العالمين، وسنة أحمد المبعوث حقا إمام الخلق ربنا السفينة، وما الآثار يا من قد سألتم وعمتم نهجنا متكلفين، سوى دين النبي ومن عليه ومن أصحابه والتابعين، فآثار الرسول لنا شعار عليها سرنا دوما مهتدينا، وما قد حذر الأثري يوما سوى من فرقة المتحزبين، فهذا أصل دين الله حقا وصدقا فافهموا يا سامعين، وما قد فرق الأثري بغيا فأحمد كان فرقا يا أخينا، وما نبغي إلى تفريق دربا ولكن سنة الرحمن فينا، أما قد أخبر المبعوث وحيا وحذر صحبه والمسلمين، على ديني ستفترق البرايا وتنجو فرقة المتمسكين، بقرآن وسنتنا وهدي من الأصحاب خير التابعين، ولسنا نبتغي الإفراط دينا
وما كنا سوى متمسكين، ولكن قل من فقه المعاني من الآثار والسنن المبينة. وإن شئتم صيام العيد ظلما فأنتم في الحقيقة معتدين، وإن عبتم على الإمساك يوما فأحمد عبتم شرعا ودينا. وإن قلتم عن الإفطار قولا فلستم في الحقيقة عالمين. أما كان الرسول لنا إماما وبالإفطار عجل في المدينة، فعند غياب قرص الشمس أفطر وقبل غيابه هديا مبينا. وما سرنا على غير هداه وليس لغيره متعصبين. وقد قلتم وما قستم بعدل قياس المنصفين العادلين. أنا الأثري يا من تبغضوني، ويا من قد سألتم حائرين، فما جئنا بأديان جديدة وما خالفنا شرع المسلمين، وما نظمي سوى نصحى لديني، وأبرأ من نوايا الحاقدين، وما فخري سوى عزا بنهجي، فنهجي نهج خير المرسلين. ولو قل الرفاق وقل صاحبي وعادوا ثم كانوا مبغضين، فليس يضر سيري طريقي وحيدا في طريق المرسلين. وليس الشأن كثرة من أتانا من الأحباب أو من تابعينا، فقد يأتي النبي غدا وحيدا وما من مستجيب أو معينا. أنا الأثري يا من قد سألتم على الله اتكالي مستعينا. وآخر ما أقول لكم عليكم كتاب الله نور المهتدين، وسنة أحمد المبعوث حقا إمام الخلق خير المتقين. وأحمد ربي الرحمن حمدا على أفضاله أبد السنين.